ده مش واحد نايم، دي موميا عندها أكتر من 3000 سنة. دي موميا الأمير يويا، جد توت عنخ آمون وأبو الملكة تي وحمى الملك أمنحتب الثالث. سنة 1905 العلماء اكتشفوا مقبرته في وادي الملوك، ولما جم فتحوا التوابيت وشافوا الموميا دي كلهم اتصدموا. كأنه نايم، وشه متماسك، شعره الأصفر لسه موجود، حتى ضوافر صوابعه واضحة، لحمه طري، رموشه، حواجبه، كله في مكانه، وكأن الزمن ما قدرش عليه. من أهم الأسباب اللي خلته بالشكل ده إن الموميا بتاعته اتحنطت بأفضل طريقة، واتحط جوه تابوتين محكمين الغلق، فمنعت عنه الرطوبة طوال السنين دي كلها. عشان كده بتعتبر واحدة من أفضل المومياوات في مصر القديمة كلها. الموميا موجودة في المتحف المصري اللي في القاهرة. أنصح أي حد يزوره لازم يروح يشوف موميا يويا. ولو مش قادر تروح، تابعنا وإحنا نوريك كل متاحف مصر وإنت قاعد مكانك. سلام.